تقريبا 28 سنة. عملت عملية اسمها فداء، والدكتور اتوصى بيا فعمل لي عمليتين في عملية واحدة يعني، فكنت تعبان تعب لا تتخيل. لازم اروح اغير على الجرح، طبيعي اي حد عمل عملية وخياطة لازم يغير. ففي ولد من الولاد، انا طبعا مش قادر اسوق لان عامل عملية هنا وعامل هنا، يعني العمليتين في الحتتين دول لا يمكن تسوق ولا تدوس دبرياج ولا بنزين، ما فيش اوتوماتيك ساعتها يعني، فمش عارف اسوق. فجبت واحد من ولادي، الدكتور هنا في شارع الثورة في مصر الجديدة، والدكتور الحقيقة إكراما للكهنوت أول ما أخش كان يبديني عن أي حد فيبتدي بيا. فالولد اللي وصلني من ولادي زي حد معاكم عربية، فبقول له ممكن توصلني من عينيا يا أبونا وصلني. فقلت الولد بيقول لي قد إيه؟ قلت له الدكتور بيخلص اللي في إيده وأول ما يلاقيني بيدخلني فبيخش ويطهر ويشيل ويشوف الغرز ويحط غيار جديد ويمشيني، يعني it is 15 minutes، كلها ربع ساعة. اسمعوا بس، شوف الرجاء ازاي ربنا بيدور على اولاده. ايه اللي حصل؟ احكي لكم اللي حصل. فالولد قال لي يا ابونا انا 10 دقايق بالدقيقه اكون عندك، انا اوصل بس لغايه الكوربه دي اجيب حاجه وعيش من الكوربه وراجع. وما هو شارع الثوره والكوربه حاجه منفذه على بعض يعني هم بنتكلم على 5 دقايق يعني. قلت له اوكي. انا بقى ايه، خلصت في 10 دقايق، في ربع ساعه طلعت العياده في بيت من بيوت مصر الجديده القديمه وفي ممر كده، فبقيت اطلع ابص في الشارع الدنيا ابتدت تمطر. انا كنت لابس شتوي ومعايا الشال، فحطيت الشال كده فوق العمة زي البابا كارولوس وفضلت مستحمل المطره القليله. المطره زادت، الدنيا تلج، فرجعت استنى ان الواد يجي. مجاش كتير يا حبايبي، نص ساعه. نص ساعه مش من ساعه ما دخلت، نص ساعه من ساعه ما خرجت، يعني بقى ايه سايبني بقى له ساعه الا ربع. اعمل ايه؟ ما عنديش اي اوبشن غير ان اروح مشي، يعني اجي لغايه الكنيسه مشي. خلي بالكم انا مولود في مصر الجديده، ومصر الجديده دي من ايام زمان لغايه دلوقتي، يعني حافظ كل عماره اتبنت امتى، الستينات يعني حافظ اللاند ماركس بتاعت مصر الجديده. شوفوا بقى اللي حصل ايه. قررت ان انا اروح، هي تخريمه في الثانيه في الثالثه هلاقي نفسي في شارع كليوباترا من عند الكوربه، سهله قوي. يعلم الله يا ولاد تهت لدرجه ان ما بقتش عارف انا فين. معقوله هو في ممكن واحد فيكم وهو في اوضه النوم لما يكون قام بالليل الساعه 3 عشان يخش الحمام يتوه؟ مش ممكن. حتى لو انت تتوه انا مش هتوه في مصر الجديده. تهت لدرجه ما بقتش مصدق ايه اللي بيحصل. زي ما تكون كده يا جماعه العقل اختفى، مش انا فين، لدرجه انا ما بقتش عارف انا فين. معقوله هو في ممكن واحد فيكم وهو في اوضه النوم لما يكون قام بالليل الساعه 3 عشان يخش الحمام يتوه؟ مش ممكن. حتى لو انت تتوه انا مش هتوه في مصر الجديده. تهت لدرجه ما بقتش مصدق ايه اللي بيحصل. زي ما تكون كده يا جماعه العقل اختفى، مش انا فين. فضلت امشي يمين وشمال، وبعدين جيت عند حته كده في التوهان اللي انا فيه، بصيت لقيت المناره بتاعت الكنيسه والصليب عليها منور، فعرفت ان انا يعني خلاص هوصل، بس يعني الحمد لله. بس انا تهت، ومش هو ده الطريق الشورت كات، انا مشيت طريق اطول، يعني بدل ما امشي كده لا لفيت كده. افهم بقى اللي حصل.
جيت يا ولاد عند حته ناصيه، خلي بالكم ادي في تقاطع، ده شارع وانا جاي كده، فانا جاي كده وهخش كده، فوانت اول ما حودت مش شايف حاجه، خطوه والتانيه واللي ابونا. طبعا في العتمه دي واحد مره واحده يقول لك ابونا الادرينالين طلع لغايه النافوخ، طلع من وداني. اتخضيت. لا بس ايه، اتخضيت بالسكات، الحمد لله انا جيت بالسكات يعني، عملت كده. مين طالع لي بيقول لابونا في الحته دي في التوهان ده؟ وبعدين لقيت واحد، عارفين الطوب بتاع التلتوار لما يبقى موقفينه كده عامله كرسي وقاعد عليه. يا ابونا 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 3 مرات ورا بعض. في حاجه؟ قلت له خير يا حبيبي. طبعا بلعت ريق الاول، خير يا حبيبي في ايه؟ ما حبيتش اقول له انه خضتني. المهم مش هذه القصه. القصه قال لي انت رايح فين؟ قلت له رايح الكنيسه. قال لي ممكن اتمشى معاك واحكي لك على حاجه؟ قلت له تعالى احكي، توصلني حتى. فضلنا ماشيين في اتجاه الكنيسه، جايين من الكوربه هنا للكنيسه. ابتدى بقى يقول لي الاتي، يقول لي انا عاوز احكي لك حكايه، انا من شبرا وايه اللي جابني هنا هحكي لك. ناس جايه من امريكا بجواب وفي فلوس، في شويه دولارات، وقالوا لي على ناس في الشارع ده، شارع بغداد، شارع بتاع اي حاجه من الحاجات اللي في الكوربه، او شارع حلب مش عارف. المهم الناس دي، انا جاي من شبرا، رحت بسأل البواب، قالوا لي ده هم راحوا مستنوك من 4 ل6 وبيقولوا لك خرجوا مشوار 2 وجايين تاني، وانا ما عنديش استعداد ارجع شبرا تاني وبعدين اجي لهم تاني، فقلت استنى 2 وانا قاعد يا ابونا عيني ضربت في المنارة بتاعت الكنيسة وبصيت لقيت الصليب، وانا جوايا حاجة صعبة قوي. انا كنت بعترف عند اب راهب وقلت له ان انا وقعت في خطية نجاسة، صحيح مش كاملة لكن خطية نجاسة. ابونا ده عنفني وقال لي انا هحلك المرة دي، بس الخطية دي لو اتكررت لا حل ولا بركة. وكان عنيف معايا جدا. فضلت ماشي في التوبة 6-7 اشهر واتكررت الخطية تاني. ابونا قال لي ما اشوفش وشك تاني. ابونا قال لي لا حل ولا بركة وتوب. بس ما دخلتش الكنيسة ولا اتناولت بقالي 2 لان خايف من ابونا وخايف اكسر الحل والحرمان اللي هو عنده. فجيت اسلم الجواب والدولارات لقيت الناس نزلت ومش معقول اروح، فاستأذنت الفكهاني ده ان انا اقعد معاه. فوانا قاعد على الحجر عيني جت في الصليب، قلت له يا رب وحياة الصليب اللي انت اتصلبت عليه، لو انا نفسي اتوب ممكن تديني علامة وتحللني النهاردة وتشيل عني الخطية دي، لان لا قادر اتناول ولا قادر اخش كنيسة وقلقان ان انا اكسر الحل. ابص الاقي قدسك وانا بقول اخر كلمة، من فضلك يا رب اديني علامة، قدسك بتعدي وبتكسر في عز المطر وماشي على رجليك. ايه اللي حصل؟ قلت له لا ده انا تهت قبليها كمان والواد ما جانيش. دي مقصودة بقى. فهمتوا يعني ايه ربنا بيدور على نفس خاطية؟ قلت له ما يهمكش، الصديق يقع يقوم له 7 مرات.
الله يحلك وتتناول وتوعد ربنا. قال لي انا تايب بقالي سنه سنتين، بس انا كنت محتاج العلامه دي وربنا ادهاني النهارده. ازاي ما يكونش عندي رجاء في اله بيتوه كاهن عامل عمليه ويمشي على رجليه عشان يقابل واحد يقرا له الحلم؟ عمل ما وصلت مكتبي لقيت صاحبنا بين جاي، اللي هو جاي بقى بيترعش ابونا وايديه مزروطه بتاع. قال لي يا ابونا انا سبتك من هنا، المقص بتاع العربيه على الناصيه اتكسر والعربيه برشت مني وما عرفتش، ولقاني بقى انا بضحك يعني مش رد فعلي ليه يا حبيبي عملت كده، ده انا اكلت المطر على كتافي. قلت له حبيبي روح تصبح على خير، ده كل ده معمول حساب. لو انت امنت ان المسيح بيحبك، لو انت امنت ان المسيح هو الذي يسعى اليك، هيكون عندك رجاء وهتكون ماشي خاطئ بس عارف ترفع راسك بسرعة وبتجدد تيار الحب اللي بينك وبينه. سلام يا ابونا، حللني لو مش عارفة انسق السؤال. انا خادمة عندي 22 سنة في الكنيسة، اصدقائي دايما متضايقين من اب اعترافي علشان قدسك هو ماسك الخدمة وحصل تنقلات للخدام والخادمات، والخدام اتضايقوا واصدقائي دايما مش بيحبوا ابونا بسبب كل اللي في الخدمة، وانا بحبهم جدا وزعلانة لزعلهم، وانا كمان اتضايقت من التنقلات لان اتعلقنا بالخدام، بس هدف قدس ابونا اننا نتعلق بربنا مش بالخدام. فهل انا لو وصلت لابونا بس من غير الاسماء ده من حقي؟ لان والدتي ماما علمتني نقول حاضر لكلمة الكنيسة، ووجهة نظر والدتي ان ما اقولش لابونا. ارشدني يا ابونا من فضلك، واشكر يعني كلمتين كده شكر. بص يا بنتي، هو ماما من الجيل القديم اللي استلم صح ان طالما ابونا ما بيغلطش في العقيدة وما بيفرطش في طقوس الكنيسة ولا ميراث الاباء، فابونا لازم تكون لي رؤية في الخدمة بينقي مين والايه. لا ليه رؤية، عارفين يعني ايه ليه رؤية؟ يعني هو عاوز عنده هدف او خطة بيحاول يطبقها. المفروض نقول حاضر وما ننزعجش، لكن طالما الانزعاج جماعي فلازم ابونا يعرف كمان ان ممكن التغيير المفاجئ الشامل ده عمل مشكلة. فممكن تقولي له مش بحيث انك انت مش عاجبك او بتعدلي عليه، تقولي له بحيث انك انت بتحاولي تستفسري وتنقلي له ان الخدام تعبانة قوي، لان اول ما المخدوم بيعرف الخادم ويبتدي المخدوم يفتح قلبه للخادم نلاقي الخادم بتاعه اتغير، فنفس المخدوم بيتشتت. فممكن يبقى فيه نظام متوازي، ان يبقى فيه خادم في الفصل يستنى وخادم يسيب، ونعمل روتيتنج يعني نعمل عملية تدوير. فممكن ابونا يقبل او لا يقبل، في الاخر خالص نقلنا له وجهة نظرنا كخدام، من حقنا ان احنا نتكلم لان مفيش كتمة في الكنيسة لاي حد، والاحسن ان احنا نقول حاضر، لكن لو كلمنا مش غلط وفي الوقت نفسه ابونا يعرف ايه اللي جوانا. هو في سؤال بيقول هو لو انا قلت لحد كلام مش فيه، يعني قلت له كلام بس الكلام ده ما كانش فيه يعني، وانا ما كنتش مركزة علشان كنت فرحانة
بحاجة تانية شغلاني. هل دي خطية كذب؟ لا، ما كانش مقصود بيها كذب. انت كنت في حالة مثلا واحد غضبان واحد فرحان قال حاجة، ما نقدرش نقول ان في كامل وعي او عامل كنترول، وقلت في حاجة ممكن بعد كده تراجع نفسك وتقول له انا اليوم الفلاني ده لما قلت كده ما كنتش قصده، انا كنت فرحانة بالنتيجة وطلعت عليا ترتيب او الى اخره، فقلت كلام يمكن ما كنتش اقصده قوي. فاذا كان الكلام صعب يبقى فيه اعتذار، واللي الكلام كان فيه مدح يعني خلاص عديها. سلام ونعمة. أنا بنت في ثانوي، نشوف بقى، بكره نفسي وبكره إن أنا بنت وبكره عيلتي وبكره الستات ومش بحب أتعامل معاهم، بس بحب أتكلم مع أولاد، بحس إن الولاد أسهل وراحة، عندي راحة نفسية لما بتكلم معاهم عن أي بنت. وفعلا بتكلم معاهم سواء كانوا قرايب أو أصدقاء بس في حدود، مع إني برضو مش بحب وبكره الولاد والرجالة. يعني كمية كراهية في السؤال متوزعة على كل الأيتمز اللي تعرفها، كل النوعيات. مش عارفة يا أبي ده صح ولا غلط، مش عارفة نفسي ومش عارفة أنا عاوزة إيه. يمكن سؤال غريب أو تافه شوية، بس محتاجة إرشاد قدسك فيه ضروري. أولا كلمة كراهية كلمة مش مرغوبة ولا مطلوبة ولا موجودة في قاموس المسيحية. فكلمة كراهية دي، بكره الستات ليه؟ طب ما ربنا هو اللي خلق الستات وربنا هو اللي خلق الرجالة. فكلمة بكره الستات دي كلمة صعبة قوي، بكره الولاد والرجالة، بكره نفسي، بكره عيلتي، في لخبطة. بس عشان انت قلتي انك انت في ثانوي فانا فهمت شوية ان السن ده بيمر بتقلبات نفسية حادة، اوقات هو ما بيبقاش طايق نفسه زي ما انت قلتي كده. فاحنا مش هنفكر في الموضوع ده، بس انا لازم اكون مصر ان كلمة كراهية مش موجودة عندنا في المسيحية. احنا المفروض نحب اعدائنا. فاذا كنت انا مش عارف احب بابا وماما ولا عارف احب نفسي ولا عارف احب صحباتي، احب اعدائي امتى؟ فطبعا دي محتاجة مراجعة، لكن انا مش هدقق قوي على اساس زي ما قلت لك ان ممكن نكون في ثانوي اولى او تانية ثانوي، دي فترة صعبة قوي فيها كده. يعني الواحد عنده شوية مشاكل بسبب الهرمونات، ممكن بسبب النضوج، ممكن، فبتبقى في شوية لخبطة. نستنى لغاية لما نخش جامعة ونتعامل في مجتمع أكثر انفتاحا مع الولاد والبنات، وبعدين لما نخش جامعة وبعد أولى جامعة لو المشكلة لسه موجودة هنحتاج تدخل بقى، حد روحاني، أب اعتراف، خادمة خدمتني، مرشدة روحية، ممكن غير ده وده، ممكن يكون أخصائي نقعد معاه زي بتوع المشورة أو حاجة زي كده يعرفني عن نفسي أكتر ويكون دارس سايكولوجي، فممكن أحتاج مساعدة. لكن لغاية لما نخلص أولى جامعة ما تفكريش في الموضوع ده خالص. بس لازم تحاولي ضد كلمة الكراهية، لأن كلمة الكراهية كلمة مش موجودة في قاموس المسيحية. يا ابونا انا بصحى متأخر فبصلي متأخر واحنا في صيام، لازم اقوم بدري علشان اصلي ولا عادي؟ انا بصحى حوالي الساعة 10 او 11 وكمان بفطر لما القداس بيطلع، فلما بصحى متأخر بيكون القداس تقريبا بيخلص فباكل. هل ده ما يعتبرش صيام لاني بفطر بعد ما اقوم من النوم؟ الحقيقة انت محتاج اب اعتراف ينظم لك حياتك. الاول انت ليه بتقوم 10 و11؟ يعني هل انت طالب وما
مفيش دراسة؟ هل انت بتشتغل وشغلك من البيت فانت واخد راحتك؟ هل انت صاحب عمل؟ انا مش قادر اقول ظروفك ايه، لكن اللي انا اقدر انصحك بيه انك محتاج حد ينظم لك يومك ويحدد لك قانونك. فممكن يبقى قانون الصوم ملوش علاقة بالقداس بيخلص امتى. انت بتقول يعني القداس بيخلص على 12 فبتفطر، طب ما في قداس بيخلص 3، ما تربط نفسك بالقداس بتاع 3. لكن عشان انا ما تدخلش في قانونك الروحي، المفروض اب اعترافك هو اللي نظام لك قانونك الروحي. والناس اللي مواعيدها ملخبطه بسبب ورديات ونوم وشغل كان بيبقى لهم قانون تاني. ايه هو القانون التاني؟ انه يصوم مثلا 4 ساعات من ساعة ما يصحى، او يصوم 3 ساعات من ساعة ما يصحى، او يصوم 5 ساعات من ساعة ما يصحى. يعني لو انا بصحى فرضا اب اعترافي بقول له امتى اصوم يا ابونا، فقال لي الحقيقة تصوم للساعة 12 الظهر، وانا بصحى 12 الظهر، طب ما ده بقى صوم انقطاعي. فممكن يكون في نظام بديل ان يقول لك 3 ساعات من ساعة ما تصحى، يبقى انت كده خدت بركة الصوم الانقطاعي. بس لازم ترجع لأب اعترافك عشان تقول له ايه ظروفك ويومك شكله ايه. يا ابونا هو انا لو وعدت